اذا باش وفاعله جمعويه وحاضره في هذه الذكرى 16 ديال ماي. اذا الاخت الكريمه ضعينا في السياق العام لهذه الذكرى الاهميه ديالها والسياق ديالها العام. السلام عليكم، اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. تحيه طيبه لجميع الاخوه والاخوات داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. انا يسرني ويسعدني كثيرا كنتواجد بمدينه سيدي سليمان اللي تنفتخر بها بذكرى 16 ماي. انا المهم اش غادي نقول لكم بالملخص. تحيه لرجال الامن من طنجه للقويره وعلى راسهم السي الحموشي. كذلك تنطلبوا الشفاء العاجل لمحمد السادس نصره الله وايداه، وتنطلبوا له بالصحه والعافيه، وهو اب العالم، يمكن العالم كله كيفتخر به، ملكنا محمد السادس والاسره العلويه. تحيه طيبه، ورجال الامن في خدمه المواطن دائما تيسهروا معنا وشكرا لهم. اذا الاخت الكريمه تقريبا تحضري معنا في الذكرى 16 ديال ماي بمدينه سليمان. اذا تعطينا شنو هي الجرد الشامل ديال هذه الاهميه ديال الذكرى ديالها، وشنو هي تقريبا الرساله اللي انك تقدر توجهها الى الشباب ديال الاقليم على مستوى الوطن. الشباب الوطني على المستوى الوطني. حنا تنقولوا المهم الشباب ديالنا ماشي بحال الشباب نتاع شحال هذه. حنا شي شويه كيلقاو صعوبات كثيره رجال الامن، وحنا خصنا نكونوا دائما في صفهم ودائما نشجعهم، وتبقى التربيه داخله من قلب الديور ديالنا. الا خرجت التربيه من قلب الديور ديالنا يعني تنعاونوا الامن الوطني عامه، ورجال القوات المساعده ورجال خلاص اللي تيسهروا علينا في الحدود ديالنا، حتى هما كما غنقولوا بالدارجه رجال العسكر ديالنا اللي هما تيسهروا. وتنطلبوا من الشباب اللي هما غيشاهدونا وتيشوفونا الله يهديهم، وتتمنى لهم يعطيونا ويزيدونا القدام باش يشجعونا حنا كأمهات والاباء ديالهم. حنا الوالدين ديالنا دائما تنحاولوا نسهروا معهم باش نعاونوا الامن الوطني على التربيه، والتربيه تنطلق من البيوت ديالنا. الا خرجت التربيه مزيانه من البيوت ديالنا، اذا راه حتى الامن الوطني غنسهلوا لهم المأموريه. وهذا الشيء اللي نقول. اذا نستغل كذلك التواجد ديال السي عبيد الداودي باش هو تتواجد معنا في هذه المنطقه الاقليميه بمدينه سليمان، باش تعطينا شنو هي الاهميه ديال الذكرى ديال 16 ماي بمدينه سليمان.